ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا نسمي الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم عليها افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض الروتين القوي جدا ده. النهارده بقى كده هتمم على البوكسات بتاعت اوضه البنات بتاعت الهدوم، وكمان عندي شويه غسيل هنطبقهم واتاكد كده ان كل واحده البوكس بتاعها منظم كده ومرتب بالطريقه اللي علمتهم عليها. وكمان هنغير ملايات السرير ونروق الاوضه كده ونتمم عليها كويس، وبعد كده ننزل نجهز الغدا. في الوقت ده بقى انا كنت بطبق كده الهدوم اللي هتطبق في البوكس، وكمان الهدوم اللي هتتعلق على الشماعات زي ما احنا شفنا. هودي كل حاجه مكان. عندي بقى القميص بتاع الاستاذ احمد اللي مغلبني ومطلع عيوني، هكوه له كمان بالمره يعني عشان يبقى جاهز كده، خرج في اي وقت وحب يلبس القميص ده يكون مكوي وجاهز. اصل هو يعني ما شاء الله عليه 3 سنين ونص وانب جدا في لبسه، لو ما كانش اللبس مظبوط ومكوي وكده يغضب عليه ومرضاش يلبسه، مع انه صغير في السن بس ما شاء الله عليه نضيف يعني. وفي حاجه كمان مضايقاني جدا، يعني ما يحبش يلبس البنطلون الجينسي الا لو كان بجيوب، لو من غير جيوب يعني ما يرضاش يلبسه. فطبعا انا اتعلمت انا وبابا نيجي نشتري لاحمد او بنطلون يبقى لازم على طول يكون بجيوب عشان يرضى يلبسه. شقاوه يعني ما بعدها شقاوه. ربنا يخلي لنا اولادنا كلنا يا رب كده، ويرزق كل مشتاق بتوأم يا رب، اللهم امين. وربنا يخليهم لنا ويدلعوا علينا يا رب. بمناسبه بقى الاطفال، فانا عاوزه اقول لكل ام فينا يا بنات ربنا يعينك يا رب على تربيه اولادك، ربنا يقدرك على المسؤوليه الصعبه ديت، وان شاء الله ربنا يجعلهم كده اولاد صالحين او ذريه صالحه يا رب، اللهم امين. بجد شابو ليكي، ربنا يعينك ويقويكي على المسؤوليه الثقيله دي. بصراحه يعني انا حاسه ان احنا كامهات محتاجين ندعم بعض ومحتاجين نشكر بعض ونقوي بعض يا بنات. الموضوع مش سهل يعني، الرجاله مش حاسين بينا زي ما احنا حاسين ببعض. الموضوع بجد تقيل وبجد ربنا بيعين والله الحمد لله، بس الموضوع محتاج تركيز. الموضوع مش سهل كده اكل وشرب وخلاص، لا انت لازم تكوني مركزه في نفسيتهم، وكمان مركزه في مذاكرتهم، مركزه في كل حاجه بتدور حواليكي. فبجد بجد ربنا يعيننا كلنا يا رب كده، وربنا يجعل تعبنا في فايده، وربنا يجعل كل اللي احنا بنستحمله او بنقابله مع اولادنا في موازين حسناتنا يا رب، وربنا يخليهم لنا ويخلينا لهم، اللهم امين يا رب. عندي بقى البنطلون ده مش بحب اكويه على وشه لانه بيبهت كده ولونه بيغير، فانا بكويه على ظهره. اي نعم يعني الخط بتاعه كده مش بيطلع مظبوط، بس هو احسن ما اكويه على وشه كمان واللون يبهت كده او يبوظ مني. هو انا مش عارفه نوع القماشه دي ايه يا بنات، بس هو الخامه بتاعته كده يعني مش بتحب ان هي لا تتغسل على وشها ولا كمان يتكوي على وشه. عشان كده بقى انا غسيل مكوى اي حاجه البناطيل الجينز اللي من النوع ده دايما على طول بتكون على ظهرها. انا دايما بحب وانا بطبق الغسيل اللي هيتكوي اكويه على طول واعلقه على الشماعه بتاعته، واللي هيطبق اطبقه، بحيث ان انا يعني ما كركبش شغل على شغل، والشغلانه اللي هتخلص هتنزل من على راسي ومش هرجع لها تاني. بحب ان انا اخلص كده كل الشغل اول باول. المهم بقى في الوقت ده انا كنت خلاص بخلص كده البنطلون. عاوزه اقول لك ان انا مجرد ما خلصته وعلقته، احمد بقى جاله مشوار مع باباه، لبس الطقم وخرج بيه على طول. هو الى حد ما كده الكوي بتاعه مش مظبوط، بس احسن مكان مكرمش، وانا بصراحه مش بحب ان انا اعلي المكوى جامد على البناطيل اللي من النوع ده، لان زي ما قلت لكم كده بتغير له. في الوقت ده بقى كنت خلصت اللي هيطبق طبقته، وبرجع البوكسات مكانها، وكمان الهدوم اللي هتتعلق انا علقتها. ازيكم الاول عاملين ايه؟ والله هي جت اللقطه كده انا قلت مش هحذفها، هسيبها زي ما هي. المهم بقى عاوزه اقول لكم على المسامير اللي هي بديل المسمار واللي عملته فيا، زي ما احنا شايفين كده من كتر اللزق بتاعها ما هو قوي. فانا لما جيت اشيلها، طبعا واحده زي يعني بحب اغير في الديكورات وكده واغير اماكنهم كل شويه، فانا جيت اشيل المسامير لقيتها خدت الدهان معاها وهي طالعه، ده من قوه اللزق بتاعها. فانا بنصح اي حد لو انتوا زي مثلا بتحبوا تغيروا كل شويه في الديكور، فلا مش هنصحكم ابدا ببديل المسمار. لو انت الديكور بتاعك بيفضل ثابت مثلا وهتعلقيه وتسيبيه ثابت فتمام، يعني هو هيكون كويس معاكي، واحسن ما تقعدي كل شويه تعملي فتحات في الحيطه. لكن لو انت زي بقى كل شويه بتغيري في الديكور واماكن الديكورات، فلا مش هنصحك بيه خالص، لانه هيقشر الحيطه كده، ده من قوه اللزق بتاعه زي ما قلت لك. المسمارين دولت يا بنات كانوا مكان المروحه بصراحه، يعني كنا بنشغلها عليهم، كنا بنقوم نلاقيها متثبته عليهم كده، مثبتينها وعلى اعلى درجه، فكانوا بيصبحوا تاني يوم تعبانين. فانا قلت لا انا هقرر ان انا اشيل المروحه خالص من الاوضه، افتح عليهم الشباك احسن ما اسيب المروحه مؤذيه جدا وكده. المهم بقى انا قلت استغل المسمارين دولت، فانا كنت بقى قاعده اجرب هعلق عليهم ايه لحد ما استقريت على البنت الحلوه المرموش ديت. الديكورات بتاعتها او اللون بتاعها ماشيه مع ديكورات الاوضه، وكمان الاي شادو اللي فوق الرموش بتاعتها معمول كده من الفرو، اللون الكشمير نفس اللون والدرجه بتاعت الكوشنز الكشميري اللي موجوده في الاوضه. فحاسه كده ان هي ماشيه جدا يعني مع كل حاجه في الاوضه، فقلت لا انا هعلقها احسن، هي اكتر حاجه ماشيه مع الاوضه. من ناحيه استغليت المسمارين بتوع المروحه، ومن ناحيه تانية يعني علقت حاجه ماشيه مع ديكور الاوضه، وبصراحه كانوا البنات نفسهم يعلقوها من زمان. يا ماما احنا عاوزين البنوته الحلوه دي تتعلق وكده، فيعني جت الفرصه الحمد لله ان انا اشيل المروحه واعلق مكانها البنت الجميله دي.
عندي بقى ملايات السرير دي بصراحه انا ما فرشتهاش غير مره او اتنين، لان هي لونها اصلا مش ماشي مع لون الاوضه، بس انا قلت يعني هركنها لحد امتى، انا هفرشها وخلاص اهو تغيير. بصراحه هي جميله يعني ولونها جميل، وكمان مدي روح كده للاوضه ومغير منظر الاوضه كده والستايل، يعني شكلها حلو قوي. بصراحه يعني انا كنت غلطانه ان انا ركنتها قبل كده، اهو تغيير كده في الاوضه ولونها مبهج كده ومغير لون الاوضه وروح الاوضه. وبعدين يعني كفايه ان هي هديه من ست الحبايب، ربنا يخليها لي يا رب. دي بقى الكوشنز اللي بقولك عليها يا بنات، الفرو بتاعها نفس الفرو اللي موجود فوق الرموش بتاع العروسه، فحاسه كده ان كله ماشي مع بعض وكده، والديكور كله متناسق مع بعض، فبناء عليه بقى انا علقت البنوته الحلوه ديت هنا كده مكان المروحه. هجيب بقى المخدات والكوشنز والحاجات بتاعه السراير، هظبط كمان الدفايات، وبكده نكون خلصنا السراير وكمان خلصت الدولاب. انا عندي يا بنات الاوضه نظيفه، يعني لازم يكون الدولاب نظيف. نظافه الاوضه عندي بتبدا من نظافه الدولاب. لو الاوضه عندي نظيفه والدولاب فيه شويه كركبه كده مش بحس خالص ان الاوضه نظيفه. لازم اهم حاجه الدولاب الاول يكون نظيف، والحاجات اللي بتبقى مستخبيه كده ومقفوله عليها لازم تبقى نظيفه، الادراج مثلا تكون نظيفه، الدولاب نظيف، المهم ان كل الحاجات دي تكون عندي نظيفه ومترتبه. بعد كده بقى ابدا احس بروقان الاوضه. خلاص بقى خلصت السرير وخلصت الدولاب، مش فاضل بس غير ان انا اكنس الارضيه. انا مش هشيل السجاد يا بنات لاني شايلاه من يومين بالظبط، فانا هكنس كده السجاد على السريع. يعني السجاد مش محتاج ان انا اشيله، انا من يومين بالظبط شايلاه وكنسه تحته، كمان كنت مسحت تحته، عشان كده ايه هديلها كنسه بسيطه كده. بصوا يا بنات في حاجه عاوزه اقول لكم عليها، هي حصلت في بلدنا. في شاب ضرب قطه موتها، الظاهر ان دي ما كانتش قطه، كان جان يعني متمثل في هيئه قطه. فبعدين اذوا الشاب ده في ابنه، خلوا ابنه كل ما يروح مكان المكان ده يولع، يودوه عند سته يولع، يودوه عند عمته يولع، يودوه عند خالته البيت يولع. فكل ما الولد ده يروح مكان البيت يولع بيه. بيته بتاعه هو اصلا البيت الولد ده ساكن فيه، يعني في اليوم الواحد 3-4 حرايق كده، يعني حاجه يعني انا خايفه اصلا بصراحه، حاجه مخيفه، حاجه تقلق. انا بقول لكم الموضوع ده عشان خاطر ان احنا نتعظ يا بنات. اي قطه تبقي خايفه منها، يعني حتى لو مش خايفه منها ما تاذيش قطط، ما تضربيش قطط، يعني ممكن ترمي لها اي حاجه تاكلها، اكلتها ما اكلتهاش هتمشي، ما تاذيهاش. يعني هو بيقول انا شكل القطه ده كان مش مريحني ومخوفني، فانا ضربتها، فضلت اضرب فيها لحد ما ماتت. فهو بقى بيجني ثمار ما زرع الاذى فيه وفي ولاده. كل ما ابنه ده يروح مكان البيت يولع بيه، فحاجه يعني مخيفه لدرجه ما حدش يتخيلها. هي دي الاقاويل اللي بتتقال في الموضوع ده في بلدنا، انا مش عارفه الكلام ده حقيقي ولا لا. يا ريت لو حد عنده تجربه مثلا او عنده خبره او حصل قدام الموقف ده قبل كده يحكي لنا عليه يا بنات، لان بصراحه يعني بيراودني الشك كده في الموضوع ده. معقول يعني في حاجه كده يعني اضرب قطه او اذي قطه فانا اتاذي بالمنظر ده، او البيت بتاعي يولع في اليوم 3-4 مرات لا قدر الله، او الولد ابني كل ما يروح مكان يولع فيه؟ ازاي يعني؟ ده الولد كل ما بيتحرك في مكان ويثبت فيه ويثبت كده في المكان ده يقوم في حريقه على طول، وحريقه مش بسيطه كده، ده حريقه ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب ويعدها لنا على خير يا رب. فاللي عنده تجربه في الموضوع ده يقول لي يا بنات، انا بصراحه مش مصدقه حاجه زي دي، بس هو ده اللي بيتقال عندنا. المهم بقى سيبنا من القطط ومواضيع القطط والحرائق بتاعتها، ويلا بينا نجهز الغدا. بصوا بقى هنعمل مع بعض تتبيله ملهاش حل للسمك، تتبيله كده ريحتها تجيب لاخر البيت. معانا بقى فلفل اخضر، كزبره على شبت، راس توم حلوه كده مفرومه، معلقه بقى من هريسه الشطه السبايسي، لو انت مش عاوزاها ممكن تستغني عنها، او ممكن تحطي فلفل ما يكونش حامي يكون بارد. معانا بقى في الطبق الثاني معلقه كبيره من بهارات السمك، وكمان معلقه من الكزبره الناشفه المطحونه، وكمان معلقه كمون. 4 ليمونات بقى عشان حجم الليمون بتاعي صغير، انما لو كبير هكتفي ب2 او ب3، بس هو حجم الليمون كان صغير كده قد البلي بصراحه، فانا جبت 4 ليمونات. هجيب بقى العصاره بتاعه الليمون دي وهستخدمها عشان هي بصراحه بتصفي كده التفل اللي موجود في الليمون، وكمان بتصفي البذر اللي فيه، فهي بتسهل عليا، وكمان ضغطه بسيطه يعني كده منها بتعصر الليمون وبتخرج لي كل الميه اللي فيه. بصي بقى عاوزه اقول لك على حاجه هنا، انا في الوقت ده ما كنتش عملت حاجه غير اني غسلت السمك كويس، لا غسلته بليمون بقى ولا باي حاجه. انا فضلت ان انا اعمل التتبيله الاول بتاعه السمك عشان انا هستخدم ال4 ليمونات زي ما احنا شايفين، فانا هاخد الليمون ده اغسل بيه السمك، لان زي ما قلت لك انا ما غسلتش السمك غير بميه بس، فانا هحتاج ليمون، فانا استخدمت 4 ليمونات، اروح ليه اقطع ليمون تاني؟ انا قلت لك بقى ان انا في الوقت ده عملت التتبيله الاول قبل ما اغسل السمك باي حاجه، عشان اخد الليمون بتاع التتبيله دي واروح اغسل بيه السمك كويس. يعني 8 قطع او 8 انصاص من الليمون كافيين يخلوا لي 4 سمكات مالهمش حل كده، ريحه الزفاره مفيش تماما، عشان كده انا عملت الخطوه اللي قلت لك عليها دي. المهم بقى جبت كل الخضار بتاعي وكمان البهارات اللي انا قلت لك عليها دي، وهضربهم كده فرمه حلوه في الكبه. بعد ما كنت شغلت الكبه كده نسيت ان انا المفروض احط معلقتين من الخل، فرجعت فتحت الكبه تاني وضفت كمان معلقتين خل على كل البهارات وعلى كل الخضار اللي احنا هنعمل بيه الحشوه بتاعت السمك ده. بصي بقى ريحه الحشوه ملهاش حل، كل الخضار وشويه البهارات
البهارات اللي احنا حطيناهم مع الفرم بقى كانت الريحه طالعه. يعني بصراحه انا جوعت على ريحه الحشوه. بس ركنت بقى الحشوه اللي احنا عملناها دي على جنب، وهاخد بقى قشر الليمون اللي انا استعملته زي ما قلت لك، وهروح ان انا اكمل غسيل السمك كويس. يعني انا كنت غاسله السمك كويس جدا، منضفه بطنه بيضه كده مفيش فيها اي حاجه خالص. جبت بقى زي ما قلت لك انصاص الليمون دي، وغسلت بقى السمك كذا مره واثنين وثلاثه. يعني انا موسوسه بصراحه من ناحيه اي حاجه فيها زفاره، سواء كان لحمه او سمك او كده، فلازم ان انا اغسله كذا مره يعني. المهم بقى هشطف السمك كمان شطفتين غير الشطفه دي كمان، هغسله كويس. يعني انا بفضل اغسل في السمك كده لحد ما اشم ريحته، الاقي الريحه طالعه ليمون او ريحه مفيش زفاره خالص كده، ببقى مطمنه بقى. وبطبخ السمك او بكمل الوصفه بتاعتي سواء كانت سمك او لحمه او كده، وانا مطمنه. السمك المكاريلي ده انا بحبه جدا، يعني من اكتر انواع الاسماك اللي انا بحبها. طبعا مليان بالاوميجا 3 وفيه فوائد كتيره جدا، بخلاف كده كمان سعره مناسب ومش غالي على الفوائد الكتيره اللي موجوده فيه. بصوا بقى كل ده شطف في السمك ومش هين عليه اسيبه، بفضل اشطف فيه لحد ما اطلع عينيه. انا من النوع بقولك اللي انا موسوسه جدا جدا في موضوع الزفاره ده، لازم افضل اغسل في الحاجه مره واثنين وثلاثه وعشرة و100 كمان، ما بيهمنيش. المهم ان الحاجه في الاخر تكون نظيفه كده وريحتها حلوه كده وما تسدش النفس. بصوا اكتر حاجه تسد نفسي على الاكل لو الاكل ليه ريحه زفاره، يعني السمك يكون ليه ريحه زفاره او اللحمه كلها ريحه زفاره، ما اعرفش اكل ويجيلي قرفه كده من الحاجه. قبل ما اتحرك من مكاني بقى هشطف الطبق اللي انا كنت بغسل فيه السمك، مش عاوزه اسيب حاجه ورايا، يعني المكان اللي انا واقفه عنده لازم امشي منه وانا منظفه كل اللي فيه. هجيب بقى الخلطه بتاعتي او الحشوه اللي احنا عملناها، التتبيله الجميله اللي ريحتها جايبه اخر الدنيا ديت، وهجيب السمك بتاعي. طبعا السمك انا فاتحه كل سمكه فيهم 3 فتحات كده، شكله حلو من ناحيه ومن ناحيه تانية بتسرع عمليه السوا معايا. همسك بقى التتبيله بتاعتي واحشي بقى السمك واسيبها كده في قلب التتبيله والخلطه دي كده لمده نص ساعه، لحد ما اروح اجهز الطبق الجميل اللي في ايدي ده. بصلتين حلوين كبار، وقرنين فلفل اخضر، وكمان قرن فلفل احمر، وهجيب كمان طماطمايه، كل ده طرنشات، وهمسكهم كمان مع شويه كزبره على شويه شبت على شويه بقدونس، واجيب بقيه الخلطه او التتبيله اللي احنا ضربناها في الكبه، وكمان فص ثوم، وافرك كل الكلام الجميل ده كده مع بعضه، وكل الخضار الحلو ده. انا مش هضيف ملح نهائي لكل الكلام ده، لان اصلا الخلطه اللي احنا عملناها في الكبه فيها ملح، الريحه ملهاش حل. هنجيب بقى السمك بتاعنا، وكمان هنجيب التتبيله بتاعتنا كده اللي فضلت مكان السمك في الطبق، هنزل التتبيله اللي على السمك هنزلها كده برده في قلب الصينيه، عشان انا هقولك هنعمل فيها ايه دلوقتي. هنجيب معلقه صلصه ومعلقتين زيت، وهنجيب الفرشه بتاعتنا وهندهن السمك، عشان كده انا نزلت التتبيله اللي موجوده على السمك. ادهن بقى السمك بالصلصه والزيت، ده مش للطعم يا بنات، ده عشان يحمر بس السمك كده ويديله منظر جميل كده، ويبقى طالع من الفرن شكله كده يفتح النفس. هخلص بقى معلقه الصلصه كلها على السمك كله من كل النواحي، وبعد كده هجيب بقى السكينه وهتكه كده او اضغط على الفتحات ديت، من ناحيه بتخلي الفتحات مفتوحه كده شكل السمك حلو، من الفتحات مش بتكون مقفوله، ومن ناحيه تانية كمان زي ما قلت لك بتسرع عمليه السوا. هجيب بقى ليمونتين هقطعهم شرايح، من ناحيه للتزيين كده بتخلي شكل السمك كويس، ومن ناحيه تانية بتدي طعم حلو للسمك. في الوقت ده بقى صينيه السمك بتاعتي جاهزه ان هي تدخل الفرن على اعلى درجه حراره على الرف الوسطاني على الشبكه. هسيبها تستوي، بتاخد تقريبا من تلت ساعه لنص ساعه، ويمكن اقل كمان من نص ساعه. مش بضيف للصينيه دي اي سوائل يا بنات، لان السمك اصلا فيه ميه، فاول ما بيتعرض للحراره بيخرج الميه اللي جواه. هنسيب صينيه السمك تستوي براحتها، ونروح بقى نجهز الرز. طبعا جنب اي صينيه سمك او اي مأكولات كده فيها اسماك لازم يكون فيه رز صياديه. هجيب بصلتين بقى وافرمهم في الكبه زي ما احنا شايفين في شويه زيت بقى، واسيبهم يتحمروا تحمير حلو كده، عاوزه يعني ايه اللون بتاعهم يكون غامق قوي عشان يغمق الرز معايا. بعد كده بقى معايا نص كيلو من الرز مغسول كويس ومتصفي، هضيفه كده، وكمان هضيف العبار بتاع الميه. الميه دي طبعا مغليه، انا منزلها من الكتل على طول. هضيف كمان الملح المناسب للرز بتاعي، وهغطيه وهسيبه يستوي براحته. بصوا يا بنات، انا زي ما قلت لكم السمك انا بسويه على الرف الوسطاني من الشبكه. الرف اللي تحت بقى اللي هو الصاج، انا رميت عليه كده بتنجانتين، خرمتهم كده، وحطيت عليه جوز بتنجانات، بتنجانه وبتنجان، حطيتهم عشان يتشووا. اول ما يتشووا بقى هما اتشووا واستووا قبل ما السمك يستوي. هجيبهم بقى كده قبل ما يبردوا، وهمسكهم كده اقشرهم واحط عليهم التتبيله بتاعتهم او الخلطه بتاعتهم. بصوا يعني انا قلت استغل كده الصاج اللي تحت ده، بما ان الفرن شغال كده، اشوي بتنجان. البتنجان من ناحيه كويس معايا، حلو ليا انا عشان الدايت، وكمان البنات بيحبوه جدا هم وبابا. فطار غدا عشاء ماشي في اي وجبه، يعني البرنجان المشوي بصراحه الكل بيحبه، ودي بصراحه من الاصناف اللي بتكون سهل ان انت تجهزيها بسرعه على الفطار. مثلا يا دوب بتخرجي من التلاجة على طول على التسخين. انا سبته كده في الطبق زي ما هو عشان اقدمه مع
الاكل على الغدا. بخلاف كده بقى بحفظه كده في علبه بلاستيك بغطاها واحطه في التلاجة واطلع منه على قد ما انا محتاجه واسخنه واحطه على الوجبه. في الوقت ده بقى احط التتبيله بتاعته: معلقتين صغيرين من الثوم المهروس، معلقه من الكزبره الناشفه المطحونه، معلقه من السبع بهارات، رشه ملح صغيره. جربي بقى كده تحطي معلقه مستردة على البتنجان المشوي وشوفي بقى الطعم. لو انت بتحبيه جوسي كده وطري فانت تحطي مستردة، مش بتحبيه جوسي وبتحبي تنشفيه كده في التسخين فانت مش هتحبي المستردة. المستردة بصراحه انا بحبها جدا على البتنجان المشوي. وخلي بالك ان كترها مش حلو، يعني معلقه كفايه منها لان كترها بيدي مراره كده لطعم الحاجه، فهي معلقه كويسه جدا على كميه البتنجان اللي عندي. في الوقت ده بقى كنت خلصت كل الاصناف، خلاص السمك استوى كمان. هغرف الرز بقى وهجهز الغدا كده واقدمه. في الوقت ده بقى عايزه اقول لك ان زي ما احنا متفقين طبعا ان العين بتاكل قبل البق، يعني بصي ربع خياره كده ظبطت الدنيا. اي حاجه يعني زيني بالموجود عندك، المهم ان انت تزيني الاكل وتقدميه بطريقه تكوني مختلفه فيها. خليكي مختلفه زي ما قلت لك، خلي لك التاتش بتاعك كده. عاوزه اقول لك ان احنا خلاص كده وصلنا لحد اخر الفيديو. لو انت لسه مستمره معايا ولسه بتشاهدي الفيديو لحد الان فانا عاوزه اقول لك شكرا. انا بحبك زي ما انت بتحبيني، اكيد يعني مش هتقعدي تتفرجي عليا 16 دقيقه الا لو كنت بتحبيني. ان شاء الله يا حلوين هقابلكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.